من رحم المعاناة يولد الأبطال، في بقعة تغرق في بحر الأزمات الإنسانية والسياسية والرياضية كذلك، مناكب وعوائق لا ينجو منها إلا مكافح رسم في ذهنه طريقا تنتشله من غياهب التهميش والفقر. لم يتخيل أي شخص أن تشق موهبة من دولة ليبيريا طريق النجومية والصراع مع أساطير الكرة العالمية، لينصب نفسه بعد ذلك كأفضل لاعب في قارة إفريقيا كلها وأعجوبتها الأولى، واضعا ليبيريا على خريطة كرة القدم، أين أصبح اسمها وزنا ثقيل في القارة السمراء. الملك جورج ويا النفاثة انطلقت مسيرته بين فرق بلده، لعب رفقة مايتي بارول وإيفانسيل إليفن الذي سجل معه 24 هدفا في 23 مباراة، لينتقل بعدها إلى الكاميرون ليلعب في صفوف توني ياوندي 18 مباراة فقط، سجل فيها 14 هدفا، منصبا نفسه هدافا للدوري الكاميروني. بعد قرابة 5 سنوات في إفريقيا وبتوصية من أرسن فينجر، انتقل ويا إلى موناكو لتبدأ نجوميته في السطوع. توج رفقة موناكو بلقب كأس فرنسا، وخسر نهائي كأس الكؤوس الأوروبية، وسجل رفقتهم 66 هدفا. بعد 4 سنوات رفقة نادي الإمارات، فاز ويا بجائزة أفضل لاعب إفريقي سنة 89، وعرض عليه تمثيل منتخب الديوك آنذاك، لكنه رفض، مفضلا تمثيل منتخب بلده المتواضع. انتقل إلى باريس سان جيرمان سنة 92. واصل جورج تألقه وقاد نادي العاصمة لحصد كأس فرنسا والدوري الفرنسي، وساهم في وصول باريس سان جيرمان إلى نصف نهائي دوري الأبطال سنة 95 بتسجيله ل8 أهداف في 11 مباراة كهداف لتلك النسخة، وأقصي ضد ميلان آنذاك. هذا الأخير كان الوجهة المقبلة. تعاقد النادي اللومباردي مع جورج، ومعه حقق الجوهرة الليبيرية إنجازا غير مسبوق كأول لاعب غير أوروبي يتوج بجائزة الكرة الذهبية بعد تعديل قوانينها، وتوج بجائزة أفضل لاعب في العالم وأفضل لاعب أوروبي وإفريقي على التوالي. تألق ويا رفقة روسونيري وأعاد للجماهير البسمة التي رسمها فان باستين المعتزل. حقق ويا لقبين للسيري رفقة ميلان، وكان سما قاتلا للدفاعات هناك بسرعته وقوته ومهارته. 46 هدفا في 114 مباراة كانت المحصلة. انتقل ويا إلى إنجلترا من بوابة تشيلسي على سبيل الإعارة، وحقق معهم كأس الاتحاد الإنجليزي، وخاض تجربة قصيرة مع مان سيتي تعتبر الأسوأ في مسيرته. أتبعتها عودة إلى فرنسا من بوابة أولمبيك مارسيليا. مسك الختام كان في الإمارات رفقة الجزيرة، الذي لعب معه 8 مباريات وسجل 13 هدف. جورج ويا اعتزل كرة القدم سنة 2002، وظل رمز الكرة الإفريقية الأول رغم مرور العديد من الأسماء قبله وبعده.